كيبدا الفيلم ديالنا سنه 1947 في المحكمه. هذا اندي راجل الله يعمرها دار، خدام نائب مدير في واحد البنكه كبيره، وتبارك الله نابغه كيفهم في بزاف د الحوايج. وهو دابا متهم بقتل مراته وصحيبها، والادله كلها ضده، حتى الجيران شاهدين فيه باللي قبل يومين كان مخاصم معاها وهددها بالقتل. اندي كيقول باللي اكتشف ان مراته كتخونو مع صاحبها اللي هو المدرب د الجولف، وقالها لها وهي كانت فرحانه وما مسوقاش ليه بحال شي ميخي، وبصح على هذا السبب كانت خاصم معاها وتبعها بالليل هي والزلال ديالها. دندن الراس مزيان وكان معول يدخل يسكت لهم الحجره، ولكن على الشيطان ورجع بحاله. وتا السلاح ديالو كان لاحو في واحد الواد، ولكن ملي قلبوا البوليس في داك الواد ما لقاو والو. هنا اندي وحالو بدا كيدور في عينيه، وشنو عند الميت ما يدير قدامه غسال. المهم من ورا هاد الادله كاملين حكمت عليه المحكمه بالمؤبد في حبس الشاوشان. هاد الحبس الداخل اللي مفقود والخارج منه مولود. هذا ريد اي لعيبه بغا شي مسجون كيحضرها ليه، واخا تكون في السما بشرط ما تكونش مخالفه للقانون. اليوم عنده لقاء مع اللجنه ديال الحبس باش يقرروا واش ولا مؤهل باش يعيش وسط المجتمع ولا لا. سولوه شي اسئله، جاوبهم شي اجوبه، في الاخر قالوا لي دور اخي العزي باقي خصك تربى. خرج من عندهم وهو مجمع مع عشران وضربه الزواق. حباسه قصدوا واحد الكرياج داروا بيه، وصل لبلاندي نزلوا الحباسه جداد وما يبداو الاخرين كيتلاغطوا. راه الحوته هنا مقلا ولا شوايه، وريدوا عشران واقفين اللور مقمرين عليهم شكون ما يقدرش يكمل الليله الاولى. دخلوهم عند المدير باش يعطيهم التعليمات ويبدا عليهم. من اليوم اللي دار شي كارثه غنسلخ مو، واللي ما رباتوش مو انا اللي غنربي. عندكم شي اسئله؟ نقص واحد قال لي امتى ناكلو، هو جاوب رئيس المعقل بواحد السلخه يا سلام. كمل المدير هضرته، كان امن بجوج الحوايج، الانضباط والكتاب المقدس. مرحبا بكم في حبس الشاوشان. داوهم داروا لهم الغسله ديال لافاز، رشوا عليهم واحد الغبره وعطاوهم الحوايج والكتاب المقدس، وكل واحد داو الزنزانه ديالو. جا الليل الحباسه القدام طلقوا الصناره على الحباسه الجديد. ترى اللي ما ضاربش ضارب 20 عام، ما كيفرقوش ما بين الكفته والبيض. اللي جا في المقله يتقلع، راكم فاهمين. واحد شويه بدا واحد الغليظ كيبكي ويغوت، وعباد الله ورجعوني لدارنا هو بغا يتمي. بداو الحباسه كيتغاوتوا، راه البديه اللي صعيبه زعما كيصبروه، هما راه يبان لهم في ما يدار. دخل عندهم رئيس المعقل والحراس، مشاو عند الغليظ، قال لي الرئيس علاش كتغوت، واش كتقلب على شي كلخه؟ بقى كيتغبن عليه، حل عليه الباب وكرمو مزيان، بقى يعطيه تغيب. ودار عند الحباسه الاخرين قال لهم نسمع الدبانه زنزنه صيفط بكم للسبيطار جمله، يلا الناس. جا الصباح خرجوا فطروا، ويجي هيود بقى مطلع على ريد وصحابو حيت هو اللي ربح في ديك المخاطره. دار سول واحد العزي على الغلط اللي كلاس الخال البارح، قال لي راه صباح ميت. بقى فيهم وكملوا الماكله، هما ما بقاش فيهم حيت مات ولا ياه، بقى فيهم حيت ترزاو فيه مع تبارك الله سميه، طمعوا فيه ولاد العب. المهم سالوا الماكله، ناض اندي يدوش وهو يوقف عليه واحد مسودن، قال لي كيفاش انت زعما ما كاين والو. ضرب في صاحبنا واحد الخنزيره وزاد بحاله، وبقى معايش مع الوضع واحد المده وخاطيه بنادم. حتى لواحد النهار هو يوقف على ريد، قال لي عارفك انت اللي كتحضر البنادم شنو بغا، حضر لي واحد المطرقه. ريد سمع مطرقه ويقول لي شنو هو، انت باغي تهرب ولا باغي تقرنع بها شي واحد من هذوك اللي كيتبسلوا عليك؟ جاوبوا اندي لا المطرقه اللي بغيت انا راه غير صغيره فيها شي 17 سنتيم، باغي نبقى نحش بها على الصخر حيت هي الهوايه ديالي. وتا من هذوك خياتنا اللي كيتبسلوا عليا راه غير غنقول لهم انا ماشي لوبيا غادي يفوتوني. وهو صدموا ريد باللي هذوك خياتنا ما كيعرفوش هادشي، كيعرفوا باللي مادام النفس كتطلع فيك وتهبط راك دايز في الضحيه. المهم تفاهموا على الثمن ديال المطرقه والصاريد باش يخبار، الحراس كيقلبوا على غفله. لا غد لي اندي وصلاتو الامانه، خباه وخرج يخدم في المصبانه ديال الحبس. وهو خدام جا واحد مسؤول عليه صيفطو يجيب التيت من المخزن، مشى خونا مع دخل دارو بيه واحد ثلاثه بغاو يديروا ليه نوض في الشراب. خونا واخا موالف غير بالبنكا وداك الشيء انيق والو، بقى معاهم دقه فيه وجوج فيهم. خوتنا شافوا راسهم ما غاديش يسفالوا وما يشدوا زوقوا عصا، وبقى الحال هكذا كل مره تابعينه، وتا هو كل مره باش كيدافع على راسو، مره عصا مره حديده مره حجره. لا الحجر كيعرفوا ليها المغاربه. المهم والو خونا ما بغاش يتسرط ليهم، بقى معاهم على هذا الحال حتى 1949 جا واحد القرار من السلطات باللي غادي يعاودوا الصباغه للسطح ديال الحبس، وباللي غياخذوا 12 لواحد من المساجين هما اللي غيقضيو الغرض لمده سيمانه. ريد ما عنده مع الحراس بزاف يدبر عليهم في بكيات الكارو، اختاروا هو وصحابو اندي باش هما اللي ضربوا البريكول. بداو خوتنا خدامين والحراس حداهم داوين، ويبدا رئيس المعقل كيعاود لصحابو. واحد البيدق ديال خويا لاباس عليه مات وخلى ليا 35,000 دولار، الدوله غتدي ليا فيها النص ديال الضريبه، شنو غيشيط ليا انا الوز؟ سمعهم اندي مشى وقف عليهم قال لي كتثق في مراتك؟ واش طق عليه خونا قال لي واش انت اللي كتثق في شي طبيب مزيان حيت اليوم غنلوح امك من هذا السطح. جروا الحافه زرب عليه اندي قال لي لك انت كتثق في مراتك القانون كيخولك تعطيها 60,000 دولار كهديه ومعفيه من الضريبه، وباش دير هادشي خاصك محامي بزباله ديال الفلوس، ولكن انا نطرطي لك لافير فابور، جيب غير صحابي شي 3 البيرات لكل واحد. هذاك الشيء اللي كان قدا مع الغرض، وحتى الرئيس طلع راجل جاب لهم البرابير ولا كيعطيهم ساعه ديال الراحه كل نهار حتى سالاو الخدمه. رجع اندي للزنزانه ديالو كشف في الحيط سميتو بديك المطرقه، من وراها مشى عند ريد قال لي بغيت تصويره كبيره ديال الممثله ريتا هيورد. جاوبو ريد نجيبها لصاحبي ولكن تسنى شي سويمينات.
تحرك اندي بحال هو يتعرض ليه عاوتاني بوكس وصحابو، داوه اونبورطي لواحد البيت، شبكه معاهم، خبط جوج منهم بهاد اللعيبه ديال الحديد، تحماو عليه، بقاو كيعطيوه حتى صيفطوا للسبيطار شهر ديال الايام. وبوكس شدوا الحراس، دوز السيمانه ديال الانفراد، سالا السيمانه ديال الانفرادي، رجع للزنزانه ديالو، لقى رئيس المعقل كيتسناه تما، شدو بقى يعطيه ترجع ليه ظهرو رطب من حناكو. ومن ورا ديك السلخه جوج الحوايج ما عمرهم بقاو يتعاودوا، الاولى ما عمر شي واحد باقي يتبسل على اندي، والحاجه الثانيه ما عمر بوكس بقى مشى على رجليه. خرج اندي من السبيطار، رجع لقى صحابو جابوا ليه التصويره اللي كان طالب وشي طروفه ديال السخر وواحد الورقه مكتوب فيها حتى حاجه ما تبدلات على سلامتك. واحد شويه دخلوا الحراس والمدير كيقلبوا الزنزانات، دخلوا عند اندي قلبوا ديك الزنزانه سفاعله عليها، ما لقاو والو من غير ديك التصويره اللي معلقه في الحيط. تلافت المدير بان لي صاحب نازل كتاب مقدس في يدو، قال لي ما عندي ما يتسالب، كتقرا كتاب الله، عندك شي ايه مفضله؟ قال لي اندي الايه، وهو يجاوب المدير باسم السوره ورقم الايه، وقال لي انا كنفضل الايه الفلانيه وقراها عليه. جاوبوا اندي تاوب باسم السوره ورقم الايه، ديك اللعيبه ديال ماشي غير انت اللي مفقه. هو يقول لي المدير سمعت باللي انت خبير في الحساب، غادي ندير عين ميك على هاد التصويره، ولكن غادي يكونوا شي استثناءات. من وراه عيط عليه المكتب ديالو وقال لي انت تبارك الله قاري ومثقف، هذاك الشيء علاش قررت باش نحيدك من ديك المصبانه ونخدمك في المكتبه مع بروكس. فعلا مشى بروكس مع اندي، دار بيدويره في المكتبه، شويه صاحبنا سمع شي واحد كيعيط عليه، خرج لقاه واحد الحارس، قال لي السلام سميتي ديكنز، ربي ما شوف لي شي تخريجه لواحد الوحله، راه باغي نقري وليداتي في الجامعه، ولكن الله كريم العين بصيره واليد قصيره. ويطبق عليه اندي داكشي ديال البنك، قال لي تفضل جلس السي ديكنز. تناقشوا شويه، داو جابوا في الهضره، في الاخر قدر اندي يعاون ديكنز باش يقري ولادو في احسن جامعه. من وراها خرجوا يتغداو الحباسه، ويبدا بروكس كيعاود لهم على شنو وقع، بقاو خالقينه وكيضحكوا مطلعين على اندي. من وراها بدا صاحبنا خدام في المكتبه وكيكتب خطابات لمجلس الشيوخ باش يصيفطوا لهم كتوبه جداد ويوفروا لهم شي ميزانيه. دازت مده طويله وهو كيكتب لهم والو ما ردوش عليه. جا وقت الضريبه، اندي ولا خدامين مع الحراس والمدير، كيحسب لهم رزقهم وكيقاد لهم المسائل الماديه، وجاب صاحب وريد من الورشه ديال النجاره باش يعاونوا. واحد النهار وهما جالسين جا صاحبهم في الويد، قال لهم عتقوا الروح، مشاو معاه لقاو بروك شاد هيود حاط ليموس على عنقو، بقاو كيهدنوه، تكالما شويه، سولو علاش دار هادشي، قال لهم هذه الطريقه الوحيده باش يخليوني هنا معاكم. وهنا غنعرفوا باللي بروك جا قرار اطلاق السراح المشروط، ولكن هو ولف على الحبس، ضرب فيه 50 عام، ما بقاش عارف يعيش عادي بحال الناس. المهم توادع مع صحابو وخرج بحالو للعالم الخارجي، تصدم كيفاش تبدلت الوقت، مشى كرا واحد البيت، حاول يتعايش مع الوضع ولكن ما قدرش. واحد النهار ضرب الحطه، كتب رساله لصحابو ودعوا فيها، وكشف في الحيط بروكس كان هنا، دفع الكرسي وانا لله وداد احمد. خوتنا وصلتهم الاخبار، حزنوا على الشيباني بزاف ولكن ما عندهم ما يديروا. واندي مريح، وقف عليه رئيس المعقل، دا مع الاداره ويلقى مجلس الشيوخ، جاوبوه وصيفطوا ليه عران ديال الكتوبه والسيديات وشيك فيه 200 دولار، وكتبوا ليه ما عمرك باقي تصيفط لنا شي خطاب. ولكن خونا معاكس، قرر من اليوم يبقى يصيفط لهم جوج ديال الخطابات في السيمانه، من بعد ما كان كيصيفط لهم واحد. تلفت على جنب، بان لي واحد الحارس داخل الطواليت، سد عليه الباب بالساروت وسد الاداره عليه وطلق البيفون وخدم واحد المزيكا في الحبس كامل. المساجين سمعوا المزيكا ما فهموا والو، عجبهم الحال، ما داش بزاف ديال الوقت، تجا المدير والحراس دقوا عليه باش يحبس الموسيقى ويفتح لهم الباب، تلافت شاف فيهم وزاد الصوت ونشر رجليه فوق المكتب، ما مسواقش ليهم كاع. هرسوا الحراس الباب، دخلوا ليه، داروا ليه اكرم ضيفك ديال بصح، وداو يدوز واحد 15 يوم ديال الانفراد. ريد عاوتاني عنده مقابله مع لجنه السجن، دخل عندهم سولوه، جاوبهم قالوا لي باقي خاصك تربى. رجع عندي للزنزانه ديالو، لقى صاحبو ريد جاب ليه واحد التصويره اخرى كادو زعما بمناسبه مرور 10 سنين على الحبس ديالو. 1959 عاوتاني مجلس الشيوخ جاوبوه وقالوا ليه بالله يخصوا ليه 500 دولار سنويا غير ما يبقاش يصيفط لهم الخطابات. في 1963 قدر اندي يحول مخزن الحبس لاحسن مكتبه في الولايه، والمدير لقى الهوته، جاب الصحافه ودار خطاب باللي المساجين يوليو يخدموا برا الحبس، داكشي زعما ديال اعاده التاهيل وكذا، وهو راه يدير لهم السكاته، غيضرب من وراهم حتى هو ديال الفلوس. في 1965 جابوا واحد المسجون جديد سميتو طومي، هاد طومي سنطيحه مع جا للحبس، تصاحب مع المساجين كاملين. واحد النهار هو مريح مع اندي كيدوز ليه امتحان، ما جابش شي نقطه مزيانه، شبكه معاه وخرج. تبعوا ريد دواو شويه، وهنا طومي عرف من ريد باللي اندي مشدود هنا حيت قتل مرتو العاشق ديالها. خونا بقى مصدوم وكيشوف، من بعد يبان لينا هو وريد واندي كيعاود ليهم. قبل 6 شهور وانا مشدود في واحد الحبس، تلاقيت مع واحد خينا في فر، كان كيبقى يعاود لي على الجرائم اللي دار. واحد النهار هو يقول لي احسن قصه هي واحد النهار مدرب ديال الجولف هو واحد الخانسه كانت كتفسد معاه، وهاد خيتي مزوجه بواحد خدام في البنك وكتخونوا مع المدرب، قتلتهم ولصقت التهمه لراجلها. اندي كان صافي ولاف على النمط د الحياه في الحبس، ولكن مع سمع هاد الهضره ناض طاير قالها للمدير باش يعاونوا زعما يثبت البراءه ديالو. قال لي اش كاين ويسد عليه المدير، هاد القصه ديالك ما غادي يثيق بها حتى شي واحد، غير نسى انك تخرج من هنا. جاوبوا اندي غير عاوني نخرج نعمس، كنواعدك ما نقول حتى شي واحد على الاختلاسات اللي كنا كنديرو ولا على الفلوس اللي جمعتي على ظهور المساجين. المدير مع سمع هاد الهضره شعل،
عيط على واحد الحراس وقال لهم داو عليا هاد الكلب واحد الشهر الانفرادي. من بعد غيبان لينا طومي خدا واحد الشهادات تعليميه كان اندي كيقريه وكيعاونو باش ياخذها. جا واحد الحارس قال لي المدير باغيك. خرج صاحبنا عند المدير قال لي هاد شهد مع صاحبك اندي وتقول الحقيقه باش تثبت البراءه ديالو. جاوبو طومي غير عطيني فرصه وغادي نشهد بكل شيء اللي في راسي ونقول الحقيقه. مع قال لي هاد الهضره المدير عطى الاشاره للحارس في برج المراقبه واني لله ودي هاد احمد. مات طومي سالا الشهر ديال الانفرادي. مشى المدير عند اندي قال لي الشاهد اللي كان عندك مات، حصلناه كان هارب وتيرينا فيه، الدليل اللي كان عندك مات ولكن ما ديرش في بالك دابا يبان الحق، يلا نمشيو نكملوا شغلنا. وهو يصدمو اندي قال لي انا صافي غادي نوقف كل شيء، ما عمرني باقي نخلص ليك فرانك هو الاخر. المدير شعل هو يقول لي حتى حاجه ما غتوقف ولا غنحرش عليك المساجين، راك عارف هما شنو يقدروا يديروا لك، ونحرق لك ديك المكتبه اللي فرحان بها. سالا هضرت ودار عند رئيس المعقل وقال لي زيد بو واحد الشهر اخر. سالا الشهر ديال الانفرادي ومن بعد يبان لينا اندي مجمع مع ريد. قال لي كنتمنى نمشي للمكسيك ونبني شي اوطيل جنب البحر ونبقى نصلح الباطوات القدام ونخرج انا والناس نصيدوا الحوت. وهو يقول لي ريد حلام اصاحبي حلام مع راسك، واش المكسيك في الجنوب وانت في الشاوشان كاش كتخربق اصاحبي. ناض اندي من تما ساخط غادي بحالو ويتلافت عند ريد. قال لي نهار تخرج من هنا دير معايا واحد مزيان. قال لي ريد امر اصاحبي اي حاجه نديرها. كتعرف بوكستن واحد الحقل ديال التبن كبير حدا واحد الشجره كبيره ديال البلوط، غتلقى واحد الحجره كبيره تما دايره بحال الدجاجه، حفر تحتها وخذ داك الشيء اللي غتلقاه تما. مشى ريد عند صحابو هما كيقصيو وقال لهم اندي ولا كيهضر بواحد الغرابه بحال كيتوادع معايا. نقز هيود قال لي اواه رجع عندي هاد الصباح خدا واحد القنبه طويله ياك ما يشنق راسو. في الجهه الاخرى يبان لينا المدير قال لاندي انا غادي للدار، هاك هاد الحوايج ديهم من الصابون وسيري لي هاد الصباط غدا نبغي يكون تيبري. جا وقت النعاس وريد بقى عقلو مع صاحبو خاف ليكون باغي ينتحر. جا الصباح خرجوا كاع المساجين لابيل الا اندي. المدير والحراس قصدوا الزنزانه ما لقاوش والو بغاو يحماقوا. واحد اللقطه المدير تعصب وهو يضرب التصويره بواحد الحجره وهي تتقب، حيدها وهنا كانت الصدمه. لقاو واحد النفق محفور تما. بغيتو تعرفوا كيفاش دار اندي؟ صبروا واحد شويه. في نفس الوقت اللي المدير اكتشف هذا الشيء غيكون اندي ضارب واحد الحطه قصد واحد البنكه خرج كاع الفلوس اللي كانت بالاسم ديال الحساب اللي كان كيدير فيه المدير الاختلاسات، وعطى الملف اللي فيه الفضايح كاملين لواحد خيتي تما ووصات ديال شي شركه صحفيه مشهوره. فعلا الاخبار دارت بوم. هذيك الساعه جا امر اعتقال المدير ورئيس المعقل. قلب المدير الكفر ديالو باش يجبد كتاب الاختلاسات لقى في بلاصتو الكتاب المقدس، هو يعرف التحشات ليه. فتح الكتاب ويلقى فيه حفره ديال المطرقه اللي كان اندي والصريد يجيبها ليه. مع شاف داك الديكور بقى مصدوم. واحد شويه سمعهم جايين باش يعتقلوه وهو يجبد السلاح ديالو وتيرا في راسو. ودابا الصناش عندي باش نعرفوا كيفاش هرب اندي. نهار اللي وصلته المطرقه وكان بغى يكتب سميتو في الحيط الزنزانه بالصدفه اكتشف ان الحيط هشيش، ومع هو خبره في بزاف د المجالات قدر يعرف انه من الساهل عليه يحفر نفق تما. والصريد باش يجيب ليه التصويره وغطى بها الحفره، وكان كيحفر وكيخرج الطراف في جيبو كيلوحو في الساحه د الحبس. والنهار اللي وصل المدير باش يسيري ليه الصباط سيراه ولبسو ولبس واحد الحطه من ديال المدير ولبس فوقهم اللبسه ديال الحبس ورجع للزنزانه ديالو عادي بحال اللي ما واقع والو. جا وقت النعاس ويجبد خونا من تحتو واحد الميكا مع هو خدام في الاداره الحراس ما تيقلبوش، دار فيها الكتاب ديال الاختلاسات ودار فيها اللبسه والصباط باش ما يفزقوش، وخرج من داك النافق تيزحف حتى لواحد القوات ديال الصرف الصحي. من ظهروا هذيك الليله كانت الشتا والرعد، قدر يهرس داك القادوس بلا ما يسمعوه الحراس وخرج كيزحف 500 متر وتفرط بحالو لبرا. وكانت هذه هي الطريقه باش هرب اندي. ومن بعد ما تشد رئيس المعقل ومات المدير، واحد النهار جات اللجنه عاوتاني عند ريد، وهاد المره دخل عندهم وهو فاقد الامل. سولوا شي اسئله جاوبهم وما يقولوا ليه دابا تقدر تخرج تكمل حياتك عادي. صافي خرج بحالو بالصدفه كرا البيت اللي كان كاري بروكس، وحتى هو ما قدرش يتعايش مع الوضع وفكر في الانتحار. ولكن تفكر الوعد اللي كان عطى لاندي، مشى لبوكس لنفس البلاصه اللي كان نعت ليه، حفر لقى واحد البواطه فتحها لقى وسطها فلوس ورساله مكتوب فيها جي عندي البلاصه اللي كنت قلت لك الحلم ديالي نعيش فيها. رجع ريد للبيت اللي كرا، جمع حوايجو وش الطريق للمكسيك، وصل لقى صحيبو كيصلح في واحد الباطو كما كان قال ليه، وقدروا يتجمعوا من جديد ويكملوا حياتهم برا على الشاوشان. حتى لهنا نكونوا سالينا الفيلم ديالنا. الى عجبك الفيديو علاش لا شي جيم كومونتير وبارطاج، سبسكرايب للقناه باش يوصلك الجديد. يلا سيدي تهلاو في راسكم، السلام عليكم.